المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزير الإعلام يلتقي مديرة الإعلام الأممية الإقليمية. وزارة التعليم تقيم حملة الطلاب التنموية السادسة والعشرين. العثور على آثار في أفعبت. زعيم كوريا الشمالية يختبر مسيرات متفجرة ويدعو إلى تسريع الإنتاج. الرئيس الصيني ونظيرته الجغرافية يفتتحان ميناء شانغهاي. والهند تجري أول اختبار لصاروخ كروز طويل المدى. أهلا بكم مشاهدينا. أوضح وزير الإعلام السيد يماني قبر مسقل لدى لقائه مديرة دائرة الإعلام الإقليمية للأمم المتحدة السيدة ساندرا مكاريا بعد ظهر اليوم أن الافتراء طويل الأمد ضد إريتريا له دوافع سياسية ويتم نشره بشكل رئيسي من خلال مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية. وأضاف بتقديم البراهين أن الافتراء والاتهامات الموجهة ضد إريتريا غير عادية، وأن معظم الأخبار حول إريتريا في وسائل الإعلام الكبرى في العالم مرتبطة بالمصالح الجيوسياسية للدول البارزة، وأن دور دائرة الإعلام الأممية مهم في تصحيح وإبراز الحقائق. من جانبها أشادت السيدة ساندرا مكاريا باللقاءات المثمرة التي أجرتها في إريتريا، مؤكدة على أن الوضع في إريتريا كان مختلفا عن الصورة التي كانت لديها قبل وصولها بعد المعلومات التي قدمت إليها عبر الشباب المختصين. حضرت اللقاء منسقة المنظمات التابعة للأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلا فالجي. في غضون ذلك زار وفد الأمم المتحدة الذي يضم المدير الإقليمي لليونسكو في شرق أفريقيا السيدة لويز هاتهاوزن والمديرة الإقليمية لخدمات الإعلام السيدة ساندرا مكاريا في 13 و14 من نوفمبر الجاري زارا ميناء عدوليس الأثري ومتحف شمال البحر الأحمر وآثار مدينة مصوع. وخلال زيارته لميناء عدوليس الأثري تفقد الوفد الحفريات التي يقوم بها خبراء إريتريون وإيطاليون، واستمع إلى شرح عن سير أعمال التنقيب. وزار الوفد المناطق الأثرية في مصوع وشاهد المباني التي تبرز آثار الاستعمار التركي والمصري والإيطالي. وأفادت المديرة الإقليمية لليونسكو السيدة لويز هاتهاوزن لوكالة الأنباء الإريترية أنها أعجبت بكمية ونوعية القطع الأثرية التي لاحظتها والحفريات الجارية في عدوليس. يذكر أن الوفد الإقليمي للأمم المتحدة التقى في وقت سابق مع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلي ميكيل ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخليه لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون. أفادت وزارة التعليم بأن نسبة محو الأمية انخفضت إلى 15% نتيجة الاستثمار الكبير في قطاع التعليم. وقال ممثل وزير التعليم السيد بيتروس هايلي ماريام لوكالة إرنا أن سياسة التعليم تقوم على التعليم المجاني والإلزامي الذي يضمن حقوق الأطفال في التعليم والمشاركة المتساوية لجميع المواطنين، موضحا بأن هذه السياسة لعبت دورا رئيسيا في خفض نسبة الأمية من 70% إلى 15%. وأضاف بأن عدد رياض الأطفال ارتفع من 55 إلى 710، والمدارس الابتدائية من 380 إلى 1080، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 450، والمدارس الثانوية من 25 إلى 120. ونتيجة ذلك فإن عدد الطلاب الذي كان بداية الاستغلال 210 ألف طالب ارتفع حاليا إلى 760 ألف طالب، والمعلمين من 5000 إلى 25 ألف معلم. وذكر أنه إلى جانب خدمات التعليم النظامي تم الاهتمام ببرنامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت، مضيفا بأن أكثر من 20 ألف طفل يشاركون حاليا في برنامج عريوت للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم في السن النظامي. وأثنى السيد بطرس على دعم المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة لضمان كفاءة وفعالية العملية التعليمية.
عقدت وزارة التعليم اجتماع تقييمي في 15 من نوفمبر الجاري لحملة الطلاب التنموية السادسة والعشرين، وناقش الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بأسمرة التقرير المفصل المقدم عن الاستعدادات المسبقة التي جرت للحملة المنفذة من 7 من يوليو وحتى 17 من أغسطس 2024، وامتداد خطة العمل وتنفيذها وتجهيز ونوعية معدات العمل وأنشطة الأندية الخضراء والمميزات والقصور. وأوضح مدير قسم حملة الطلاب التنموية السادس فوتوي والدقرقيس في التقرير الذي قدمه زراعة حوالي 660 ألف شجرة هذا العام، وبناء المدرجات والحواجز المائية بمشاركة أكثر من 26,600 طالب وحوالي 800 معلم وخبير زراعي في 144 نقطة عمل. وقدم شرحا مفصلا بالأرقام عن العمل المنجز خلال 26 حملة. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كيم فيهابتوم أن من المهم تقييم الثقافة المترسخة في المجتمع إلى جانب الأنشطة المنفذة خلال عام. وأوصى المشاركون بدورهم بتحديد المناطق المزروعة وغير المزروعة وتمهيد الأرضية للقيام بالحملات دون انتظار فصل الخريف، وتعزيز أنشطة التوعية للدفع بمشاركة الطلاب، وعكس التقارير التي تقدم أو عكس التقارير التقدم المحرز في زراعة الأشجار وضمان تجهيز أدوات العمل وتنسيق أنشطة الشركاء. وتشير وثائق قسم حملة الطلاب التنموية إلى مشاركة أكثر من نصف مليون طالب في الحملة في 26 دفعة. أفاد مكتب الزراعة في سرجقة وأسمرة في التدريب المنظم يومي 7 و14 من نوفمبر الجاري بمناسبة يوم المزارعين بتوقع محصول وفير من القمح المزروع في خطوط متراصة. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية سرجقة بالإقليم الأوسط السيد إبراهيم برهاني أن الهدف من البرنامج هو خلق أرضية للمزارعين لنقل المعرفة والخبرة إلى المزارعين الآخرين. وقال خبراء تنمية النباتات أن 3 كيلوغرامات من بذور قمح من نوع سدري زرعت في مساحة 700 متر مربع للتجربة، ومن المتوقع الحصول على محصول وافر. وذكر مسؤول الزراعة في أسمر السيد إبراهيم أيوب أن 25 مزارعا شاركوا في البرنامج، ومن المتوقع حصاد 70 كنتال من القمح المزروع في حوالي ربع هكتار من المساحة المروية. وثمن ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي وإدارات المديريتين على دور خبراء الزراعة المشرفين على البرنامج وحث المزارعين على رفع الإنتاجية من خلال نقل المعرفة المكتسبة إلى المزارعين الآخرين. من جانبهم أوضح المزارعون أن التدريب سيساعدهم على تحسين إنتاجهم ونقل المعرفة إلى المزارعين الآخرين. تم اكتشاف آثار جديدة في إدارة ضاحية شبايت وهيكانو في مديرية أفعبت، شملت صورا منحوتة في الصخور للأسلحة وأنشطة الصيد والزراعة بالإضافة إلى الفخار وغيرها. وأوضح مسؤول فرع الثقافة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد يوهنس قبريسوس لوكالة إرينا أن الآثار التي تم العثور عليها بمعلومات من مواطنين مهتمين تتماثل مع الآثار التي عثر عليها في المنطقة في عام 2022. من جانبه أوضح مسؤول حماية الآثار والمواقع التاريخية السيد تعقس بإيدو أن الصور المنحوتة التي عثر عليها تبين بأن المنطقة كانت منطقة غابات وزراعة. وذكر بأن الفخار ذو المقبضين الذي عثر عليه في أفعبت يقدر عمره بين 350 و 400 عام، يشبه العديد من الفخاريات التي عثر عليها في مختلف مناطق الإقليم، مما يشير إلى وجود طريق تجاري من ميناء عدوليس الأثري إلى أفعبت وما بعدها. ودعا ممثل قسم الثقافة والرياضة في مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور إلى خلق الأرضية لاستكشاف الآثار غير المكتشفة والعمل لحفظها. على الصعيد نفسه أوضح مسؤول وحدة التراث غير الملموس السيد تخلويني نغاسي إجراء لقاءات مع الأعيان والخبراء في أفعبت وضواحيها لتوثيق التراث غير الملموس لقومية التجري، مشيرا إلى توثيق أكثر من 100 من القصص والرثاء والأدعية للحفاظ عليها. تبذل الجهود في مديرية قلب لرفع وعي المزارعين حول استخدام المناحل الحديثة لزيادة إنتاج العسل. وأوضح مسؤول قسم الزراعة وخبير تربية النحل في المديرية سيد زكريا كداني أن من المتوقع حصاد أكثر من 200 كنتال من العسل هذا العام نتيجة عملية تحديث المناحل وتعريف المزارعين.
وقال إن استخدام المناحل الحديثة يلعب دورا هاما في زيادة إنتاج العسل، ونصح المزارعين باستخدامها. وذكر السيد زكريا بأن قلة وقدم المناحل الحديثة يشكل تحديا رئيسيا، مناديا بتوفير بديل المناحل وفتح مركز تنمية ملكة النحل عن قرب. من جانبهم دعا أعضاء جمعية مربيي النحل للانضمام إلى الجمعية لفوائدها، مطالبين بتنظيم الدورات التدريبية لرفع إنتاج العسل. ويوجد 780 مزارعا يستخدمون المناحل التقليدية و420 مزارعا يستخدمون المناحل الحديثة في مديرية قلب. قام حوالي 2000 من الطلاب والمعلمين بنفير حصاد مزارع 95 أسرة محتاجة في إدارة ضاحية التخندع بمديرية عدقية. وذكر منسق البرنامج السيد كيروس قبر مريم أن الهدف من البرنامج الإسراع في حصاد مزارع المحتاجين الذين ليست لهم قدرة الحصاد. وعرب المشاركون عن ارتياحهم للمشاركة في مثل هذا العمل النبيل. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. اختبرت كوريا الشمالية مسيرات متفجرة مصممة للتصادم مع الأهداف في الوقت الذي دعا فيه زعيم البلاد كيم جون أون إلى تسريع الإنتاج الضخم لهذه الأسلحة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وخلال الاختبار أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها بدقة بعد اتباع مسارات محددة سلفا حسب ما ذكرت الوكالة. وقالت إن الطائرات بلا طيار الهجومية الانتحارية المستخدمة في نطاقات هجومية مختلفة مكلفة بمهاجمة كل أهداف العدو بدقة على الأرض وفي البحر. وشدد كيم خلال حضوره اختبار الأداء على ضرورة بناء نظام إنتاج متسلسل في أقرب وقت والانتقال إلى الإنتاج الضخم للطائرات بلا طيار المتفجرة. افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ ميناء ضخما في بيرو، وهو استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل بكين في إطار سعيها لتوسيع التجارة في أمريكا الجنوبية. وشارك تشي الموجود في الدولة الواقعة في منطقة الانديز لحضور القمة 31 لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي. ورئيسة البيرو دينو بولوراتي عبر رابط فيديو في افتتاح ميناء شانغهاي على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال ليما على المحيط الهادي. ووقع اتفاق لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة القائمة. وبناء الميناء الضخم حصل على 1.3 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في مرحلته الأولى، ومن المتوقع أن تنفق الصين مليارات إضافية، حيث تعمل بكين وليما على جعلها مركزا رئيسيا للشحن بين آسيا وأمريكا الجنوبية. ومع تزايد طلب الصين على السلع الزراعية والمعادن من أمريكا اللاتينية، سيشارك تشي في قمة أبيك في ليما، ثم يتوجه إلى قمة مجموعة ال20 في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل، حيث سيقوم أيضا بزيارة دولة إلى البرازيل. أجرت الهند بنجاح أول اختبار طيران لصاروخ كروز طويل المدى للهجوم الأرضي من نطاق اختبار متكامل قبالة ساحل أوديشا. وقالت وزارة الدفاع أن جميع الأنظمة الفرعية للنظام الصاروخي تعمل وفقا للتوقعات، وأن الصاروخ اتبع المسار المطلوب باستخدام الملاحة الإحداثية، وأظهر قدرته على أداء مناورات مختلفة أثناء الطيران على ارتفاعات وسرعات مختلفة. وقال المسؤولون أنه تم إعداده للإطلاق من الأرض باستخدام قاذفة مفصلية متنقلة، وأيضا من سفن الخطوط الأمامية باستخدام نظام وحدة إطلاق عمودي عالمي. وأشاد وزير الدفاع الهندي بعملية إطلاق اختبار الطيران الأول الناجح، وقال أنه يمهد الطريق لبرامج تطوير صواريخ كروز محلية الصنع في المستقبل. تسببت موجة جديدة من العواصف في إسبانيا في إغلاق مدارس وإلقاء رحلات قطارات بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 220 شخص وتدمير آلاف المنازل جراء فيضانات مفاجئة في فالنسيا ومناطق أخرى من البلاد. ولا تزال جهود التنظيف في أجزاء من فالنسيا الأكثر تضررا من عاصفة سابقة مستمرة، وسط مخاوف بشأن هطول المزيد من الأمطار على الشوارع التي لا تزال مغطاة بالطين والحطام. وفي مقاطعة ملقا
الجنوبية قمرت المياه الشوارع بينما نقل 3000 شخص بالقرب من أحد الأنهار من منازلهم بوصفه إجراء وقائيا، وتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء المقاطعة إلى جانب عدد من المتاجر، وتم تعليق خدمة القطارات بين ملقا ومدريد وبين برشلونة وفالنسيا. وفيما لم تسجل أي وفيات، وضعت هيئة الإرصاد الجوية الإسبانية المنطقة تحت حالة تأهب حمراء بعد أن تراكمت الأمطار بمعدل 70 ملم في ساعة واحدة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزير الإعلام يلتقي مديرة الإعلام الأممية الإقليمية. وزارة التعليم تقيم حملة الطلاب التنموية 26. العثور على آثار في أفعبت. زعيم كوريا الشمالية يختبر مسيرات متفجرة ويدعو إلى تسريع الإنتاج. الرئيس الصيني ونظيرته البيروفية يفتتحان ميناء شانغهاي. والهند تجري أول اختبار لصاروخ كروز طويل المدى. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.